في مرمى منتخبي مصر. أهلا بحضراتكم من جديد. حظ أوفر لكابتن وائل جمعة وكابتن أحمد المحمدي حول خروج منتخب مصر طبعا أمام السنغال. حظ أوفر كباتن، وطبعا حظ أوفر لنا جميعا خروج منتخبي مصر من هذه البطولة. دعونا ننوه أيضا من جانب آخر بأن في هذه الأثناء هناك استوديو آخر لتغطية لقاء نيجيريا والمغرب في نصف النهائي المنتظر لمستضيف البطولة، والمنتخب النيجيري الذي لعب بشكل قوي ورائع وملفت أيضا في هذه البطولة حتى الآن بقيادة الزميل محمد سعدون الكواري، ومعه النخبة من محللي بين سبورتس نجوم الكرة العربية والأفريقية كابتن محمد أبو تريكة وعبد العزيز بن ليج وجمال السلامي في على قنوات بين سبورتس الأولى. نعود للقاء منتخب مصر والسنغال. كنا نتحدث كابتن وائل حول الخروج وحول من كان هو الأفضل، هو من فرض السيطرة والانتصار في هذا اللقاء. فعلا منتخب السنغال كان أفضل يا عبد العزيز، واستحق التأهل علينا على اللي قدمه في المباراة. قدراتنا كانت معروفة من بداية البطولة. أنا بصراحة ما كنتش بيني وبين نفسي متفائل بأكتر من كده للمنتخب على الظروف اللي كانت قبل البطولة والمشاكل اللي كانت عند اللاعبين وعدم الثقة في كابتن حسام حسن كمدرب للمنتخب. هنا تأكد كابتن وائل حول عملية خط التسلل وعدم وجود أيضا لمسة يد. كانت واضحة اللعبة فعلا، واضحة بالخط التسلل، والكرة حتى في الإعادة بان ان هي جت في بطن ساديو ماني. انما احنا عبد العزيز انا اللوم بس ان احنا طالما عندنا لعيبه في دكه البدلاء ليه ما بنستخدمهاش؟ بان ان احنا لعيبتنا مرهقه ومتاثره بشكل كبير جدا من المباراه اللي فاتت قدام كوت ديفوار، واستهلكنا بدنيا جدا. نعم. جينا في الوقت اللي احنا كان ممكن كابتن وائل ان يكون محمد الشناوي حاضر في هذه اللقطه؟ هي ردة فعل على اقل تقدير على الكرة من بعيد، بس لما تشوف وقفه اللعيبه المدافعين قدامه يا عبد العزيز زاويه الرؤيه ممكن توجد له عذر. انما الحضري كان معانا في الجيل بتاعنا يا عبد العزيز بيروح له 3 كور 3 اهداف زي دي بالظبط، بيشيل ال3 او كورتين يعني في خلال المباراه. فانت اما توصل للدرجه دي من البطولات انت محتاج حارس مرمى يكون بيعرف يتعامل بشكل كويس جدا عشان توصل للمباراه النهائيه. يعني كان لازم يتعامل برضو فيها افضل من كده الشناوي، حتى لو هو في صعوبه في التعامل مع الكره والتسديده. هل يقع الخطا على الشناوي فقط ام لا المدافعين ايضا في عمليه هو مش سبب، ولكن الوقفه الدفاعيه بتاعتنا كلنا بنتفرج، مفيش لاعب فكر يروح يضغط على ساديو ماني. وانا اشوف ان الوقفه دي نتيجه تعب، وحذرتك بين الشوطين قلت لك في مجهود بدني بذل كبير جدا، لان انت طول المباراه بتجري ورا كوره. لاعيبتنا طول المباراه بتجري ورا كوره، في 3 لعيبه جنب الحكم واقفين بيتفرجوا بس. فانت يعني هي اخطاء متراكمه، ولكن اللي احنا وصلنا له بالظروف اللي احنا عشناها وبمشاكل اللعيبه عبد العزيز قبل البطوله، انا شايف انه ده كويس. احنا ده كويس، ولكن على المدى البعيد ده مش كويس ابدا للكره المصريه. لما تعرف معدل اعمار الفرقه دي اكتر من 30 سنه، 30 ونص تقريبا، في احصائيه معمول 30 ونص. اصغر لعيب في الفرقه 26 سنه يا عبد العزيز، دي مصيبه. يعني كلهم يعني ما يكملوش بعد سنه ولا حاجه لكاس الامم الافريقيه اللي جايه، مش هيبقى عندك لعيبه. على عكس المنتخبات على الاخرى، عكس المنتخبات الثانيه كلها، خصوصا المنتخبات العربيه امبارح مواهب عديده. المباراه اللي فاتت الجزائر، المغرب، ودي اخطاء كتير متراكمه. انا مش عايز اخد في وقت في حاجات مش وقتها دلوقتي عشان ندي الفرصه للناس تتكلم. بس نعطي فرصه للكابتن احمد فؤاد ايضا متواجد في ملعب طنجة الكبير بعد هذه الخساره، بعد هذا اللقاء المؤسف لمنتخب مصر. ينضم الينا الزميل العزيز احمد فؤاد ومعه نجم الكره المصريه كابتن هيثم فاروق. هارد لك كابتن احمد وكابتن هيثم فاروق، واليكم الكلام. زميلي عبد العزيز مساك الله بكل خير. طبعا هارد لك للمنتخب المصري والجماهير المصريه بعد هذا الاخفاق، بعد ان عاشت الجماهير المصريه احلام كبيره بعد الفوز المتميز في المباراه السابقه امام كوت ديفوار. لكن اليوم المنتخب المصري فاجأ الجميع باداء اقل بكثير من مستوى المباراه السابقه ومستوى المباراه السابقه. ارحب بالكابتن هيثم فاروق محلل قنوات بين سبورتس. كابتن هيثم، يعني اليوم الاداء المصري متراجع تماما على عكس المباراه السابقه، وتحديدا في شوط المباراه الثاني. والمنتخب السنغالي صراحه فاز بهدف واستحق بالفعل التاهل الى المباراه النهائيه. السبب الرئيسي في هذا الظهور الباهت للمنتخب المصري في مباراه اليوم
انا اشوف ان هو نفس السيناريو او نفس تشكيل مباراه كوت ديفوار. الفرق الوحيد هو اختلاف السيناريو. ازاي؟ مباراه كوت ديفوار سجلت هدف في البدايه، فابتدى الفريق الايفواري يطلع من ورا علشان يحاول يسجل اهداف، فبالتالي اتخلقت لك المساحات اللي تقدر تعمل بيها كاونتر اتاكس. اي نعم دخل مرمانا هدفين من كرات ثابته، ولكن عملنا جيم كويس وجيم هجومي وقدرنا ان احنا نوصل لمرمى الفريق الايفواري. النهارده انت ما سجلتش فالسيناريو اختلف، ولكن بتلعب بنفس الشكل وبنفس الاداء. يمكن ما شاركناش هجوميا الا بعد ما تسجل في مرمانا هدف ساديو ماني. في نظر البعض الاداء الجيد او اداء المباريات هو اللعب مباراه هجوميه، مباراه اندفاعيه، كرات طوليه، تسجيل مزيد من الاهداف بغض النظر عن اهتزاز شباكك. حسام حسن الموضوع مختلف بالنسبه له، اداء جيد، هو عباره عن اداء مباراه انضباطيه تكتيكيه بجوده عاليه. ولكن انا اشوف ان النهارده طبعا مباراه اكنك بتلعب في دكار، ولكن ده مش تقصير من الجماهير المغربيه. الجماهير المغربيه مشغوله في الماتش بتاعها. جماهير سنغاليه كتيره جايه من فرنسا لوجود جاليه سنغاليه كبيره، جاليه سنغاليه بتدرس هنا وعايشه هنا. انا جاي من الرباط في افواج من الجماهير السنغاليه، فانت النهارده كانك بتلعب في دكار. وزي ما قلت لك طبعا ليس تقصيرا من الجماهير المغربيه اللي هي مشغوله في ماتشها. يعني تقريبا 10% جماهير مصريه والباقي جماهير من السنغال. الاداء للمنتخب المصري في البطوله الذي اخذ منحنى تدريجي تصاعدي رائع الى ان اتى في مباراه اليوم، واضح ان هناك تراجع بدني بعد اجهاد في المباراه الخمسه الماضيه. هل ارتفاع نسبه ومتوسط اعمار لاعبي المنتخب المصري اللي تقريبا اكثر من 30 عام ونصف هي السبب الرئيسي في هذا الاجهاد مع مرور الوقت ومرور المباراه في البطوله؟ لا ما تاثرش. انا اشوف بس هو الجوده عند السنغال اعلى شويه، وبعدين كلهم بيلعبوا في دوريات قويه، انديه قويه كومبتيتيف. يعني بيلعب في ايفرتون، بيلعب في توتنهام، بيلعب في بايرن ميونخ. انت عندك اثنين محترفين فقط لا غير. وزي ما احنا عارفين في الفتره الاخيره لا يشارك مشاكل محمد صلاح في ليفربول، وعمر مرموش مش اساسي في الفتره الاخيره عند بيب جوارديولا، وسامعين ان هو برده جاي له عروض من انديه اخرى. فهو فرق لعيبه بتنافس وبتشارك على طول، ولعيبه قادره على تخطي مثل هذه لكن في نفس الكلام كان الكوت ديفوار لعيبه متميزه وبتلعب في انديه اوروبيه كبيره ايضا، ولكن المنتخب المصري كان هو الافضل طول المباراه واستطاع تحقيق الفوز. هل اليوم اجهاد بدني من مباراه كوت ديفوار، خصوصا ان السنغال لعبت يوم سابق للمنتخب المصري كانت مع مالي ثم مصر بعدها بيوم، ففي نقطتين. مصر لعبت متاخره عن السنغال بالاضافه لمباراه كانت صعبه امام كوت ديفوار. هل الاجهاد البدني سبب رئيسي فيما ظهر به المنتخب المصري؟ 24 ساعه ما تعملش اجهاد بدني. انا شايف ان الظروف المحيطه بالمباراه ان منتخب السنغال لعب هنا في طنجه كل مبارياته، ومنتخب مصر نقل انتقال ونلعب قبليه بيوم او بعديه بيوم. لا انا اعتقد في عصر المحترفين الحاجات دي ما بتفرقش كتير قوي. ولكن انا بقول لك هو اختلاف سيناريو مباراه كوت ديفوار عن مباراه النهارده. لو كنا سجلنا في البدايه النهارده كان ممكن نشوف وضع مختلف وكنا اشدنا بالاداء. سؤال اخير عن التبديلات. حسام حسن يعني اصبحت الامور نسبيا نمطيه في التبديلات حتى اثناء المباراه، وتاخر دائما في التبديلات باستثناء فقط اصابه او خروج فتوح عامه ونزول محمود حسن تريزيجيه. لماذا التبديلات كانت متاخره رغم التراجع الواضح للمنتخب المصري وعدم وجود اصلا شكل هجومي للمنتخب المصري؟ لان هو عامل سيناريو طول ما النتيجه 0-0 انا محتفظ باللعيبه بتاعتي. اول ما دخل مرمانا هدف وكان في وقت متاخر ابتدى يدفع باوراقه الهجوميه، لان انت خلاص انت ما قدامكش اي شيء غير ان انت تدفع مصطفى محمد، تدفع بمحسن، تدفع بزيزو، تدفع بكل العناصر اللي عندك. واعتقد كان لنا الشكل الهجومي نوعا ما ولكن ما قدرناش نسجل التعادل. لكن بشكر اللعيبه على الاداء اللي عملوها، بشكر الجهاز الفني. قبل النهائي اي نعم كلنا كنا عايزين ناخد البطوله، بنحلم بالنجمه الثامنه، ولكن انا زي ما شرحت لك فرق جوده عند منتخب السنغال. طيب يعني هل نقول ان المنتخب المصري كان بالامكان افضل مما كان؟ على ما قيل قبل البطوله ان المنتخب ليس هناك امل، المنتخب يؤدي بشكل سيء في المباراه الوديه، يعني كان في بعض الانتقادات للكابتن حسام حسن، ولكن ما وصل اليه الان الى نصف النهائي باداء تكتيكي مميز في المباراه السابقه، هل نقول ان بالامكان كان افضل مما كان ام ان ما وصل به حسام حسن مع المنتخب يعتبر انجاز واداء متميز يستحق عليه التحيه والتقدير؟ قبل المنتخب ما يغادر القاهره الناس كانت بتقول ايه؟ هنخرج من الدور الاول، هنلعب 3 ماتشات ونروح. الفرق دي صعبه انها تصل الى السيمي فاينال، فانا اعتقد اللي حصل كان شيء مميز جدا، وبشكر الجميع لان هم ادونا امل ان احنا
نحقق البطوله مره ثانيه بعد غياب 15 سنه او نحقق النجمه الثامنه. فانا اعتقد الوصول الى المربع الذهبي شيء مميز، ولكن اكيد الكل زعلان لان الامل جاء وبعدين راح مننا مره واحده. كابتن هيثم فاروق نشكرك شكرا جزيلا. شكرا. هكذا طبعا كانت اطلالتنا عبد العزيز النصري من داخل ملعب المباراه ملعب طنجة الكبير بعد توديع المنتخب المصري للبطوله والخروج من الدور نصف النهائي. عوده اليك في الاستوديو زميلي عبد العزيز النصري. شكرا للزميل العزيز احمد فؤاد ولنجم الكره المصريه كابتن هيثم فاروق من ارضيه ملعب طنجة الكبير في مدينة طنجة بعد خروج المنتخب المصري من نصف النهائي على يد منتخب السنغال. كنا نتوقع كابتن أحمد بأن بعد الشوط الأول أن تكون هناك ردة فعل، لكن منتخب السنغال كان لديه أيضا الصبر الكبير والخبرة في عملية إدارة المباراة حتى تم تسجيل هدف عن طريق ساديو ماني. وده كان الفارق في المباراة عبد العزيز. يمكن المنتخب السنغالي أدار المباراة باحترافية وبذكاء ممتاز. بدأ المباراة بهدوء تماما، ما فيش سرعة خالص في خاصة في الناحية الهجومية، في هدوء من لاعيبته، لاعبين يمتازوا بالمهارات الفنية وكمان بدنيا منتخب السنغال كان أفضل بكتير من منتخب مصر اليوم. واضح الإرهاق خاصة على إمام عاشور، على عمر مرموش، كان في إرهاق أكتر كبير جدا. يمكن فتوح خرج للإصابة، نزل تريزيجيه، كان باين إن تريزيجيه مش فت، ممكن الإصابة أثرت عليه، إصابة في أنكل رجله. فكل الأمور ديت كانت في صالح منتخب السنغال. هل يوم الراحة أثر على منتخب مصر بشكل أكبر؟ كل العوامل عبد العزيز. أولا منتخب مصر يعني سافر من مدينة لمدينة، غير الملعب. السنغال بقي في مدينة طنجة، ودي خلي بالك مع يوم راحة إضافي. كابتن وائل اللي يعرف الكلام ده تماما. منتخب مصر دايما البطولات اللي يكسبها كان دايما بيستمر في نفس المدينة. المباراة النهائية بتغير بس في النهائي، فالتأثير ممكن يكون أثر عليهم لأن هم مش متعودين على الملعب. منتخب السنغال حافظ الملعب، بيلعب عليه من أول البطولة، ولكن اللي بان في المباراة اليوم التأثير البدني كان واضح تماما. حتى في الجول لو جابوا لنا الجول مرة أخرى، شوف كم تمريره لعيبه منتخب السنغال، مفيش ولا ضغط من لعيبه منتخب مصر. ده واضح التعب، ده بيبقى تعب. انت واقف في مركزك بس بتقضي مهمتك انك انت واقف في مركزك، ولكن مفيش ضغط تماما على اي لاعب. حتى ماني لما سدد كان الرد او الرياكشن من ياسر ابراهيم متاخر. فالكره هنا بص عبد العزيز، شوف اللعيبه واقفه في مركزها فقط، ولكن مفيش اي ضغط تماما. حتى جاكسون كان ممكن بيتكلم على اوفسايد، ولكن حتى التمركز غريب كابتن احمد، وجود عدد لاعبين بشكل كبير لمنتخب مصر في الدفاع بتكتل مع وجود لاعبين فقط من السنغال. بالظبط. وبعدين دي الطريقه اللي بتلعب بيها، فانت عشان تلعب بالطريقه فده الحل الوحيد لمنتخب السنغال هو التصويب. يعني في الشوط الاول سددوا 8-9 تسديدات، ولكن في الشوط الثاني هنا عبد العزيز مفيش ضغط تماما. يمكن ياسر حاول ولكن متاخر. فانت لما بتدي مساحه للاعبين يمتلكوا القدرات ديت، فاكيد لازم هيسجلوا، لازم هيصنعوا فرص. فالتعب كان واضح على لعيبه المنتخب، ولكن شوف انه يعني وصول المنتخب مصر للسيمي فاينل بالامكانيات اللي موجوده، الامكانيات اللي محدوده بالطريقه اللي لعبوا بيها، اشوف اللي هو شيء مميز بالنسبه لمنتخب مصر. اكيد كنت تطمع انك توصل فاينل وتاخد البطوله، ولكن دي الامكانيات اللي موجوده. واتفق مع الكابتن وائل ان في تغييرات هتحصل كتيره جدا مع المنتخب في الفتره القادمه، لان انت ما ينفعش تلعب بنفس المستوى على مستوى اعلى اللي هو كاس العالم. لازم يكون في تغييرات قبل كاس العالم او بعد كاس العالم؟ قبل كاس العالم لازم يكون في مهمه اضافه قبل كاس العالم، لازم اضافه لاعبين مهمه جدا، لان انت رايح كاس العالم تلعب على مستوى اعلى، فلازم يكون في تطور في اداء اللاعبين. لازم يكون في لاعبين جداد في المنتخب، لاعبين كانوا موجودين ما شاركوش بشكل كويس زي مصطفى محمد، لازم اداؤه يتطور الفتره القادمه لانه هو لاعب مهم لمنتخب مصر في المرحله القادمه.